لك أن تتخيل عزيزي المشاهد، والمفاجأة اللي أنت ما تعرفهاش، وأحب أقول لك وأقولها في وشك: الزمالك كسب. الزمالك كسب يا بيه بعد معافاة، بعد ما خد الموافقة من نادي أسوان إن يلا خد 3 بونت النهاردة، بعيدا عن الأداء وبعيدا عن اللي احنا كنا شايفينه العك الكروي اللي شفناه النهارده. بس النهارده احنا مش هنتكلم على سلبيات ولا ايجابيات، احنا هنتكلم على ان الزمالك كسب. الزمالك بيحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة في 27 مباراة. تقدر تقول اللي خلاص يا باشا الكونفدرالية بقت في الجيب خلاص، ما فيش يعني. انا هبص في افريقيا ليه؟ يعني صعب اوي افريقيا عليا، لاني انا اللي جبته لنفسي. انا لو كنت لعبت من بدري على اللي انا مثلا اكسب والكلام ده، ما انا خسرت ماتشات اصلا ما تتخسرش. انا تعادلت مع الداخليه في ملعبي اللي لسه صاعد، وخسرت من اسوان 2-1. هي اسوان فريق حلو بس برضه مش اللي هو ايه يروقني بالطريقه دي. خسرت من غزل المحله اللي دلوقتي بتنافس على الهبوط، خسرت من فاركو اللي ممكن تهبط، وسبحان الله يعني. وكل ده من غير اداء. يعني انت متخيل ان انا ابقى خسران من اسوان واستحوذ حتى ان انا ايه اتعادل؟ لا مفيش، انا ايه بدافع برضه يعني. لا لا، ايه خسران 2-1 ادافع عشان النتيجه ما تتقالش. ليه؟ لان انا عارف حجم نفسي. انا كلعيبه عارف حجم نفسي، انا لو ضغطت اكتر من كده اروح في داهيه. ورايحين يجيب لك واحد زي سوروريو فرحان قوي ان هو بنبسط قوي من القعده اللي هو بيقعدها. تلاقيه بيقعد كده ويعمل لك تحس ان هو ايه، هو الفريق ده بيلعب كوره؟ طب ايه ده؟ طب اصبر كده اشوفها من تحت كده، مين اللي هناك ده؟ يجي يروح جاي نادي للجهاز: هو احنا ابننا بنعمل ايه؟ هو في ايه؟ هو ما بيعملش اي حاجه، التبديلات اللي هو بيعملها احنا بنبقى عارفينها اصلا. بس هو لا انا مدير فني، ويجي بعد كده هيمشوه. وبيعجبني قوي في الاداره، الاقي اداره ان هي عايزه تتعاقد مع موسيماني. هو انت ليه مصمم ان انت تطلع ترند والناس تضحك عليك؟ هو انت عقلك متخيل لك او تفكيرك موصل لك ان موسيماني هيجي لك؟ هو انت عايز تكرر السيناريو بتاع كارترون؟ مش كل الناس زي كارترون، ده موسيماني من قبل ما يجي الاهلي اصلا وكان بيقول لك انا الفريق التاني الاقرب لقلبي بعد سان داونز الاهلي، اللي انا لو دربت الاهلي يوم واحد لو طلبوا مني اعتزل تدريب بعدها خلاص. هيجي بعد ده كله هيبوظ تاريخه يا راجل، هيبوظ تاريخه ويهينه. لما يجي لك راجل درب سان داونز فاز بالبطولة، درب الاهلي فاز بيها مرتين، والتالتة وصل للنهائي لحد ما ساب افريقيا بس كلها، قال لك خلاص كده مفيش مستوى. هيجي يدرب الزمالك عشان يطلع من المجموعات، تطلع هيبته الافريقية؟ والله طبعا الف سلامة طبعا للونش، طبعا جاله رباط صليبي، العملية ما كانتش ناقصة، ولكن يعني الحمد لله، يعني لكل مجتهد النصيب. انما احنا ما بنجتهدش يعني، احنا ايه بتيجي ايه بالبركه. احنا بروسكي نكسبه بالبركه، اليوم اسوان نكسبه بالبركه، وشكلها تبقى ليله بركه. ان شاء الله هنلعب في الكونفدراليه الافريقيه بطوله حلوه على قدنا، عشان دي بتطلعنا من المجموعات. لا خلينا ايه اللي بتخلينا نوصل للادوار الاقصائيه احسن على قد سننا. وفي الاخير بقى احب اقول لكل اخواتي الشويطه: حس على دمك شويه، حس على دمك شويه واخبط زر اللايك. عيب، عيب. ويا سلام لو تحس على دمك اكتر وتدوس اشتراك، عشان عيب، عيب. انا بطلع وبحرق في دمي من فريق ما يسواش 3 جنيه تشجيع، بعد ما كنا بنتفرج على السيتي والريال بقى نتفرج على الزمالك واسوان. انت شفت اخر موسم وصل بيها الدرجه لايه؟ وتيجي بعد ده كله مستخسر تعمل لي اشتراك؟ براحتك. انا اقول لك كلمه واحده بس: كل واحد شاف الفيديو وما عملش اشتراك، انا هقول له كلمه واحده بس، كلمه واحده: تيل. بس مش هقول تاني كده. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.